شباب تانية ثانوي، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مستر مايكل عاطف من قناة هنذاكر ماس. النهارده هنحل التقييم بتاع الاسبوع الكام؟ السابع. تعال نبدأ كده مع بعض بموديل 1. بيقول لك find the geometric sequence whose first term is 3125. تعال كده زي ما اتعلمت على طول اكتب كل حاجة كده في الجنب. ادي معاك الفيرست تيرم اللي هي الايه يعتبر بكام؟ ب 3125. its last term is 1. ايه ده؟ ومعاك كمان ال L بإيكوال 1. and the sum of its term is 3906. and the sum of its terms is 3000. يعني معايا يعتبر كده ال SN بإيكوال 3906. ابتدي دلوقتي وعاوز السيكونس في العموم هجيبها له. ماشي، هنجيبها له ازاي؟ تعالى كده مع بعض. معايا الايه؟ معايا ال معايا الاس ان. اوه ايه القانون اللي يقدر كان بيجيب لي الاس ان وكان فيه الاي والال؟ هو ده اللي هنشتغل عليه. قوله لي كده يا مستر. هقول لك كان معانا الاس ان ايكوال بنعمل فراكشن. احنا كان معانا قانونين. كان معانا واحد كان بيقول اللي هو عباره عن الاي وافتح براكت 1 minus r باور n over 1 minus r. هنا طبعا مش هشتغل بيه لان النقط معايا ال مش معايا الار. اوكي. طيب القانون التاني بقى اللي هو كان فيه ال كان عباره عن a بلس ولا ماينس؟ كان ماينس a ماينس ال r over ال 1 ماينس r. اوكي نبدا على طول نعمل سبستيوشن. بس انا هخلي الاس ان هتبقى بس في الرايت عشان لما تيجي انت تشتغل، لان انت بتبقى ايه؟ تبقى تايه كده شويه. طيب الاس ان اوريدي انا هكتبها لك زي ما قلت لك، هكتبها نوت في الرايت اللي هي بكام؟ ب 3906 واعمل فراكشن. الاي معايا ب 3125 ماينس ال اللي هي بكام؟ ب 1. خلاص 1 باي ار اللي هي ب ار اوفر ال 1 ماينس ار. هتعمل ايه بعد كده؟ هبتدي هعمل ده يا شباب ملتبلاي لل 1 ماينس ار، كاني هعمل كروس ملتبليكيشن. طبعا وقت الدينيمتر يبقى ب 1. هعمل ده ملتبلاي ل 1 هيديني حاجه نفسها، يبقى 3125 ماينس ار ايكوال. هعمل ده ملتبلاي ده، ركز بقى معايا. 1 ماينس ار ملتبلاي ده هعمل 1 باي ال 3000 يبقى تنزل زي ما هي 3906. وهعمل النيجاتيف ار ملتبلاي ده هتبقى ماينس 3906 ار. اوعى تنسى الار. هجمع الار مع بعض واجمع النمبرز مع بعض، مفيش مشكله. انا دلوقتي هنجيب الار هي اللي هنا وهودي النمبر ده اللي هناك. يعني الخلاصه هتبقى 3125 ماينس ده، ما هو دخلنا 3906 وادوس ايه؟ طلع لي كده الجزء اللي في الليفت بنيجاتيف 781 ايكوال. بص بقى دي نيجاتيف ار تروح نكتبها بالبوزيتيف ار يعني 1. فانت لما تعملها مع دي هتطلع كده نيجاتيف 3905 ار. جرب بتعمل الكوفيشنتس على الكالكوليتر في الساين بتاعتها. دلوقتي بتبقى بقى نيجاتيف 781 هعملها ديفايد الرقم ده نيجاتيف 3905 طلعت ب 1 اوفر 5. كده الار طلعت ب 1 اوفر 5. خلصت المساله. ازاي يا مستر؟ الايه بقت معاك خلاص كده ب 3125. الار معايا ب 1 اوفر 5 يبقى 3125. هعمل ملتبلاي 1 اوفر 5 طلعت ب 625. اعمل تاني ملتبلاي 1 اوفر 5 طلعت ب 125 وهكذا. كده انت تبقى جبت السيكونس بتاعتك. يعني انت تخيل كل القصه دي مش كنت اجيب الار عشان اقدر اجيب السيكونس. اوكي طيب. question number 2 بيقول لك a general sequence a geometric sequence with a positive term. عاوز ال positive term. the sum of first four terms is 90. يبقى دوت السم بتاع كام؟ بتاع الاس 4. يبقى انا دلوقتي كده معايا الاس 4 بيكوال 90. ركز. and the sum of the four terms for them is 1440. سؤال لولبي. هو ده السؤال اللولبي. ضحك عليك.
هتقول لي هو قايل لي مره الاس 4 ب 90 وقال لي تاني الاس 4 ب 1440. ايه الجنان ده؟ لا، هو قال لك لما عملنا sum للي بعدهم and the sum of the 4 terms for them، الاربعه اللي بعديهم. يعني ايه مثلا الاربعه اللي بعديهم؟ هي ايه ده؟ يعني الترمز التي 5 والتي 6 والتي 7 والتي 8 هم دولت عملنا لهم بلس، ما هم دولت اللي بعد الاس 4. يعني تقصد ان يعتبر دي الاس 8؟ لا. ليه يا مستر؟ لا، انا قلت لك الاس 8 من اول ترم لحد ال8 ترم، لكن ديت من اول الترم اللي هو ال5 ترم لحد ال8 ترم، 5 و6 و7 و8. يعني كده في جزء ناقص. طب انت يا مستر انا هكتبها ازاي؟ احنا ايوه هنكتب ان اس 8. هتقولي ما انا لسه قايل لك اس 8. هقول لك لا، انت قلت لي اس 8 وكنت هتكتبها من الناتج ده، لكن هي الاس 8 عباره عن الاس 4 اللي هي ال 90 بلس الرقم اللي هو مديهولي. يعني انت سيادتك تقصد يا مستر انا هعمل 90 بلس ال 1440 عشان ابقى كده اهوت جبت من اول ترم لحد الترم الايه اللي هو الاتس ترم؟ يس. يبقى دي كده طلعت ب 1530. المسألة كده يعتبر احنا خلاص كده حليناها. يلا بينا. خلاص هو اوريدي برضه عاوز الجيومتريك سيكونس. طبعا هكتب القانون عادي جدا. الاس 4 عبارة عن ال A multiply 1 minus ال R power n again R power n 90 سوري R power 90 R باور 4 لان الار نوت الان نوت سوري 4 يبقى R باور 4 اوفر 1 ماينس ار. الكلام ده كده كله بايكوال 90. نسيبها بس لحظه واحده. هات لي كمان الاس 8. ماشي يا مستر. الاس 8 لما اجي اعملها 1530 هي اوريدي هي بايكوال 1506 عشان بس ايه انتوا بتعملوا شويه حاجات كده غريبه. اوفر 1 ماينس ار نفس القانون. اوكي هعمل بقى في النيميريتور ال A برضو ملتبلاي 1 ماينس ال R باور N. ال N هنا بكام؟ ب 8 بس كده. طيب ماشي يا مستر. بعدها اللي انا ما استفدتش كده حاجه. هتعمل ده اوفر ده. هعمل الايكويشن دي اوفر دي. ازاي يا مستر؟ ده دول فراكشن. هقول لك بالراحه بقى كده معايا. انا اوريدي هعمل الرايت اوفر الرايت وهعمل الليفت اوفر الليفت. انا خليني الاول كده في الرايت اوفر الرايت لان دولت نمبرز. هتعمل ال 1530 ديفايد ال 90 طلعت ب 17. كده انت خلصت اهوت من الرايت اهي ب 17. مش عارف ظاهره قصادك؟ ظهر. اوكي كده دي طلعت ب 17. كده باقي لك ده. خلي بالك اوعى تعكسهم. انا عملت ده هو الاوفر ده، يبقى انا زي ما انا هعمل ده اوفر ده. ركز بقى في الحته دي. لما اجي اعمل ده اوفر ده هطير ده مع ده. هطير كده ال 1 ماينس ار مع ال 1 ماينس ار. هكتبها لك هنا كاني عملت كده اهوت الليفت ال A 1 ماينس ار باور 8 اوفر 1 ماينس ار. هعمل ديفايد. احنا اتفقنا الديفايد بنخليها ملتبلاي وبنشقلب اللي هو بنقول سب اتغير شقلب، ودي هتبقى 1 ماينس ار اوفر ال A ملتبلاي 1 ماينس ار باور 4. اهو انا قلت لك دلوقتي في حاله ملتبلاي تو فراكشن قلنا اي حاجه موجوده في النيوميريتور بتروح مع اي حاجه موجوده في الدينومينيتور. ده يروح مع ده. ال A تتكنسل مع ال A. اوكي يتبقى لك 1 ماينس ار باور 8 وتحت 1 ماينس ار باور 4. ركز بقى في انا هعملها دلوقتي. 1 ماينس ار باور 8 دي ممكن نعملها برضه فاكتورايزيشن. ازاي؟ انا هنزل اهوت اللي تحت ار سوري 1 دي 1 ماينس ار باور 4. ركز بقى دي هنعمل 2 براكت 1 و1. ار باور 8 عباره عن كام وكام؟ لما اجي اعملها الروت هتبقى ار باور 4 وار باور 4. ار باور 4 ار باور 4. وعشان دي ماينس يبقى واحد بوزيتيف وواحد نيجاتيف. ايه ده كمان هيطير مع اللي تحت. الخلاصه اتبقى لي 1 بلس ار باور 4. يعني هنا هكتب 1 بلس ار باور ال 4 بايكوال ال 17. ال 1 هتروح هناك بالماينس تبقى 16. وطبعا الباور زي ما قلت لك باور ايفن بلس اور ماينس باور ايفن بلس اور ماينس. يبقى بلس اور ماينس الفورث روت بلس اور ماينس الفورث روت
يبقى ساعتها الار تبقى بايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف 2. ويبقى انت كده يعتبر جبت خلاص كده السيكونس، لان اوريدي هاخد الار واعمل بيها سبستيتيوشن هنا هجيب ال A. تعال نكمل. مستر انت كده جبت الار يا اما ب 2 يا اما بنيجاتيف 2. هقول لك هو خلي بالك، هو قال لك ان geometric sequence with a positive term يبقى الار مش هينفع تكون بنيجاتيف 2 هنا، لان هو حدد ان هو عايزه يكون بالبوزيتيف. اوكي تعال نشوف 2، يبقى انا كده عملت ريفيوزد للنيجاتيف، يبقى انا كده شغال على البوزيتيف 2. طيب لما اكون شغال دلوقتي حالا في البوزيتيف 2 هتكون شغال كالتالي. هتتعمل ازاي يا مستر؟ يلا بينا. اول حاجه ال A ملتبلاي، انا اوريدي هو 1 ماينس 2 بنيجاتيف 1، يبقى دي بنيجاتيف 90. خليك اقعد معايا، دي كده بنيجاتيف 90 ايكو ال A ملتبلاي 1 ماينس ار باور 4. هودي برضه دي هناك بالديفايد، الخلاصه تبقى كده نيجاتيف 90 اوفر 1 ماينس وبراكت ار ب 2، يبقى 2 واقفل باور ال 4 وادوس ايكوال طلعت ب 6، يبقى ال A معاك ب 6. يبقى الخلاصه السيكونس بتاعتك بالشكل ده 6، هعمل لها باي 2 يبقى 12 باي 2 24 باي 2 48 and so on. يبقى انا كده الحمد لله اقدر اكون اخيرا وصلت للسيكونس بتاعتي. اوكي تعال كده نشوف question number 3. بص كده معايا بيقول لك if Tn is a geometric sequence، هو عاوز T2 minus T6. اوكي تعال نفكها، طالما قال لك geometric يبقى ديت عباره عن AR minus AR باور 5 equal 60. تمام جدا. The sum of its الفور terms، يبقى معايا كمان طبعا اخد الاول الكوت من هنا ال AR common factor، يبقى لك 1 minus R باور 4 equal 60. سيبها نمبر 1. والسم اوف ال S4 equal بكام؟ ب 224. ال 224 ديت اللي هي عباره عن ايه بقى؟ ركز، عباره عن ال A 1 minus R باور ال N بكام؟ ب 4 over 1 minus R. بس هعمل ده divided ده، هعمل 224 over 60. ركز بقى، انا قلت هعمل ده هو اللي divided ده. بص هعمل ده دوت عبارة عن ال A multiply 1 minus R باور 4 over 1 minus R. بنقول ايه بقى؟ بتغير شكل. ما هي دي هنخليها بقى ملتبلاي. هتقول لي ازاي انت مش بتقول ديفايد؟ هقول لك ما احنا قلنا هنشقلب، يعني دوت هيبقى عباره عن ال 1 اوفر اي ار ملتبلاي 1 ماينس ار باور 4. كده تمام يا مستر، كده انا فهمت اصلا. حلو، هنطير البراكت ده كده نعمل له كانسيشن مع ده، والاي كمان هيتكنسل مع الاي. اتبقى لك كده تحت مين؟ الار، هتعملها ملتبلاي 1 ماينس ار. لحظه واحده، قامت 24 كمان 224 اوفر 60 طلعت ب 56 اوفر ال 15 اهي 56 اوفر ال 15. يلا هيبقى دوت كده كله بقى عباره عن 1 اوفر ار ماينس ار باور 2. الار اللي من بقيت هعملها ملتبلاي ل 1 وملتبلاي كمان لمين؟ للار. الكلام ده كده كله بيكوال 56 اوفر ال 15. اعمل كروس مالتيبليكيشن، هيبقى 15 بيكوال 56 ار ماينس 56 ار باور 2. ظبط الايكويشن، هجيب ال 56 بس بالنيجاتيف، نيجاتيف 56 ار باور 2 بلس 56 ار ماينس ال 15 كمان. الكلام ده كله بايكوال الزيرو. اعمل بقى مود 5 3 نيجاتيف 56 ايكوال 56 ايكوال نيجاتيف 15 وادوس ايكوال. بصوا يا شباب، هي المسألة دي فيها غلط، لأن اوريدي طالع اللي معانا هو طالع عبارة عن الأنسر طالع ب 14 بلس اور ماينس روت 406 اوفر 26. استحالة هتطلع بكده، لازم الار يا تطلع بفراكشن يا إما تطلع عبارة عن اول نمبر. وطبعا لو هي طبعا كانت الار طبعا بالنيجاتيف أو بالبوزيتيف أيا كان، طبعا أنا بشوف أنهي واحدة كمان فيهم اللي هتنفع في حالة إنها لما أجي أعمل سم انفاينايت اتفقنا لازم تكون less than ال1. اوكي عشان لما انت تيجي تجربها ما تقولش النمبر طلع غريب. خلاص طيب نمبر 4 f of x بيكوال x sec x. عايزين نعمل الديريفيتيف لتحت.
دلوقتي يعتبروا تو فانكشن. بنعمل ازاي الديريفيتيف؟ هنقول اف داش اوف اكس ايكو، هننزل قلنا نعمل تو براكت عادي جدا، ادي بلس وتو براكت برضه ما تتلخبطش. هقول لك مالتبلاي تو فانكشن، الاولى اللي هي الاكس نزلها هنا، وديت سيك اكس نزلها هناك. مين هنا اللي نازل؟ الاكس. مين اللي ما نزلش؟ السك. يبقى اعمل لها ديريفيتيف سك تاني، ديريفيتيف السك سك تاني. وهنا مين اللي ما نزلش؟ الاكس، الديريفيتيف بتاعها ب1. خلص. اللي بعد كده دوت فراكشن. ازاي بعمل ديريفيتيف لفراكشن؟ قلنا بنعمل اف داش اوف اكس ايكو فراكشن كبير، الدينومينيتور باور 2، وبعدها تنزله تاني فوق في النيميريتور 1 ماينس كوزاين اكس مالتبلاي الديريفيتيف بتاع النيميريتور، ديريفيتيف الساين كوزاين شاطر كوزاين اكس ماينس النيميريتور اللي هو الساين اكس مالتبلاي الديريفيتيف بتاع الدينومينيتور، ديريفيتيف ال1 بزيرو، وديريفيتيف الكوزاين نيجاتيف ساين، وفي نيجاتيف يبقى بوزيتيف يبقى ساين اكس. بس كده. طب وبعدها يا مستر هنعمل ايه؟ ولا قبل ايه؟ عوض عن الاكس بقى بكام؟ بباي، اللي هي بكام؟ قلنا ب 180. احنا اتفقنا ان الكالكوليتر مش بتكون فعلا. فانا دلوقتي هعوض عن الانجل بتاعتي ب 100، تعمل فراكشن ومفتاح براكت 1 ماينس كوزاين ايه بقى؟ 180. هقفل البراكت واقفل البراكت تاني. انا قفلت البراكت الاولاني ده بتاع الانجل، البراكت التاني بتاع البراكت ذات نفسه. ملتبلاي كوزاين 180 واقفل ماينس الساين 180 باي، وافتح براكت الساين 180 تاني واقفل اوفر براكت 1 ماينس كوزاين 180 اقفل واقفل براكت كمان تاني باور 2. الغلطه هنا اهوت، او الكالكوليتر طلعت لك ماس ايرور، معناها ان انت نسيت تحط براكت. ادينا اهوت قايل معناها ان انت اللي نسيت تحط براكت. الناتج كده طلع لك خلاصه بنيجاتيف هاف. بس يا سيدي ادي دوت كان بالنسبه لي موديل 1 في الاسبوع السابع. هسيب لك انت موديل 2 موديل 3 نفس الافكار نفس كل حاجه. لو في اي حاجه وقفت معاك اكتب لي في الكومنتس، ولو كان ممكن اعمل لك بارت 2. اوكي. طبعا ما تنساش تعمل لايك للفيديو، تعمل شير لبقيه زمايلك، وتكتب كومنت كويس عشان الفيديو يتشاف بشكل اكتر. وما تنساش لو انت اول مره تشوفني تعمل فولو. وحابب اقول لك في النهايه كان معاك مستر مايكل عاطف من قناه هنذاكر ماس. سلام.